اقشر لك برتقان؟ غالبا في دخلة الشتاء هتسمع الكلمه دي كتير من ست الحبايب. بس خد اقول، جسم الانسان وهو بيحاول ينتج الطاقه في خلال عمليات الحرق بيطلع معاهم حاجه كمان واسمها الشقوق الحره او الفري راديكالز. ودي عباره عن جزيئات او ذرات كانت موجوده جوه مركبات مستقره، ولما حصلت عمليه الاكسده فقدت الكترون وبقت جزيئات حره مش مستقره ونشطه جدا، عشان محتاجه الكترونات تعوض النقص اللي حصل لها. ولما بيزيد عدد الشقوق الحره دي في الجسم عن مستوى معين بتروح تهاجم جزيئات مهمه جدا في الخلايا زي الدي ان ايه وبتسبب خلل فيه. وده بالظبط اللي بنسميه الجهد التأكسدي، وده يعتبر سبب رئيسي في الإصابة بأمراض كتير خطيرة زي الكانسر أو الزهايمر ومشاكل القلب وأمراض غيرها كتير. بس احنا نقدر نقلل من تأثيرها الخطير ده بإن احنا ناكل أو نشرب أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، ودي بتدي الجزيئات الغير مستقرة الإلكترون اللي هي محتاجاه عشان تعادل شحنتها وترجع مستقرة تاني. طب ألاقيها فين المضادات دي؟ فيتامين سي مثلا اللي بلاقيه في البرتقال أو الليمون، أو فيتامين إي اللي موجود في المكسرات أو حتى الزيوت النباتية. وافتكر المرة الجاية لما ست الكل تقول لك خد برتقال ما تقولهاش لا. سلام.